بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم دلوقتي على حاجة غريبة جدا وتفسيرها العلمي. يعني في ناس تقول لك البني آدم ده بيبي فيس أو شكله أصغر من سنه، وفيه العكس. الحقيقة الموضوع ده بيتحكم فيه حاجات كتير قوي، منها وزن البني آدم. يعني معظم الناس الرفيعة الناس بتحس انها ممكن تدي اقل من سنها، والناس اللي وزنها مليان ممكن الناس تدي اكتر من سنها. وفي وقت البلوغ، يعني الناس اللي بتبلغ بدري قوي بتعجز بدري ويبان عليهم اللي عجز بدري، بعكس الناس اللي بتبلغ متأخر يبقى الموضوع متأخر عندهم شوية. وفي برضو بعض الأمراض المزمنة اللي بتخلي الواحد صحته يعجز بدري عن أوانه، زي السكر مثلا. مرض السكر ده هو من أصعب الأمراض، بيخلي البني آدم، أو هو مش بيجي لوحده، بيجي معاه أمراض تانية تخلي البني آدم يعجز بدري. يعني أقول لكم مثلا إن هم صوروا الأوعية الدموية بتاعة مريض السكر أو اللي لسه جاي له سكر، والأوعية الدموية اللي واحد في نفس العمر مش مريض سكر. ده واحد لسه جاي له السكر، يعني ملحقش يحصل حاجة، مش مضاعفات يعني. وده واحد في نفس العمر ما عندوش سكر. تخيل إنه لقوا الأوعية الدموية من جوه بتاع مريض السكر أكبر في العمر من الأوعية الدموية بتاعت اللي مش مريض سكر ب10 سنين. يعني دي مثلا الراجل ده عندهم، الناس دي عندها 40 سنة الاثنين، واحد عنده سكر لسه بادئ والتاني ما عندوش سكر. دي أوعية دموية واحد عنده 50 سنة والتاني 40 سنة في عمره العادي. فدي من الأمراض، أمام السكر، من الأمراض اللي بتعجز البني آدم بدري. وده اللي خلى البني آدم بقى. في حاجة تانية بيقول لك في فرق كبير بين في كل واحد في الخريطة الجينية بقى، بين العمر الرقمي والعمر البيولوجي. يعني في ناس ربنا مديها الصحة، اما تيجي تكشف عليها ما تحسش ان دول هم عندهم 70 سنة مثلا، لا ما شاء الله الأجهزة كلها شغالة، ودول في عمر البيولوجي بتاعهم 50 سنة، لكن هو عنده العمر الرقمي 70 سنة. تمام. ودول ممكن يبقى جزء منه من العادات الصحية وكده، ولكن في جزء برضه اسمه العمر البيولوجي. العمر البيولوجي ده مسؤول عنه حاجات جينية. عكس في ناس تانية بتقول مثلا ده عنده 90 سنة وهو مثلا عنده 70 سنة، من كتر انه مكرمش قوي وتعبان جدا ومش قادر يتحرك وهكذا. فالحقيقة في فرق برضو بين العمر البيولوجي وبين الناس والعمر الرقمي. وفي ناس أصغر بيبقوا أصغر بحاجات بسيطة أو بكتير، وفي ناس ممكن تبقى أصغر بحاجات بسيطة أو بكتير، وفي ناس تبقى العمر الرقمي بيساوي العمر البيولوجي عندهم، وده بيفرق في حاجات جينية. وده يا سيدي العوامل أو الأسباب اللي تخلي واحد يقول لك ده بيبي فيس، أو ده مش باين عليه عمره والتاني باين عليه العمر بهم في نفس السن. أتمنى أن الله الصحة جيدة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.